أول شيء يمكن أن نقوم به هو التعريف بالنظام الألماني. النظام الألماني هو نظام لاحتساب أحسن حمامة، يعني استخراج أحسن حمامة التي تسمى بالألمانية بيستوفن، كذلك استخراج آسبونكت التي هي أسرع حمامة، وهادو بجوج بهم ديزاس، وكذلك بطولة بأحسن 5 حمامات. الآن سنرى طريقة ترتيب أحسن حمامة. هذا الترتيب أو ترتيب أحسن حمامة يرتكز على 3 نقط. النقطة الأولى هي الجوائز، مجموع عدد الجوائز في جميع المسابقات. إذن هنا النقطة الأولى هي الجوائز. النقطة الثانية هي مجموع عدد الكيلومترات في جميع المسابقات التي شارك فيها هذه الحمامة. النقطة الثالثة هو مجموع عدد النقاط التي حصل عليها في جميع المسابقات. إذن هنا 3 نقط: الجوائز، ثم الكيلومترات، ثم النقط. عندما نتحدث عن الجائزة فهذا يعني أن كل حمامة كانت داخل اللائحة التي تحتوي على 33% من الحمام الذي يعني كان في المسابقة لها جائزة. الآن سنقوم بعملية ترتيب أحسن حمامة في البطولة. يعني رأينا النقط التي تدخل في ترتيب ما هي أحسن حمامة، يعني قلنا مجموع عدد الجوائز، مجموع عدد الكيلومترات، وفي الأخير مجموع عدد النقط. الآن لنفرض أن عندنا حمامة لها أكبر مجموع عدد الجوائز في جميع المسابقات. إن كانت هي الوحيدة فهي الأولى، لكن في حالة تواجد حمامة ثانية أو أكثر لهم نفس مجموع العدد الجوائز، تعد الحمامة التي لها أعلى مجموع عدد الكيلومترات هي الأولى. ولكن في حالة تواجد حمامة ثانية أو أكثر لهم نفس مجموع عدد الكيلومترات، تعد الحمامة التي لها أكبر عدد من النقط هي الأولى. إذن هنا نلاحظ أن هناك تراتبية. عدد مجموع الجوائز، عندما يكون هناك مجموعة من الحمام له نفس عدد الجوائز نمر إلى الكيلومترات. إن كان لهم نفس عدد الكيلومترات، التي سيفرق بينهم هو عدد النقط لكل حمامة، وسنرى بعض الأمثلة. هذه النتيجة تبين لنا وسنوضح من خلالها كيف نرتب أحسن حمامة. بعد نهاية المسابقات نرى هنا أن هذه الجمعية ارتأت داخل برنامجها السنوي في ألمانيا. كما نعلم هناك 14 مسابقة دائما يبرمجونها، لكنها ارتأت أن تأخذ 8 مسابقات ما بين 300 كيلومتر، 307، 400، 500 إلى ما فوق 600 كيلومتر، يعني مسابقات ما فوق 300 إلى 600. مجموع هذه المسابقات هو 8. إذن نرى هنا أن العمل يكون بمجموعات. إذا لاحظتم هنا مجموعات من 8 8 8، ولكن هنا هنا كثير من الحمام الذي له 7 جوائز. نبدأ بمجموعة 8. قلنا مجموع عدد الجوائز برايس، بما أن لديهم نفس مجموع الجوائز نمر إلى الكيلومترات. بما أنهم شاركوا في 8 مسابقات فلديهم مجموع المسابقات الكيلومترات نفس مجموع الكيلومترات.
هنا أشير أن الكيلومتراج داخل النظام الألماني يحتسب الكيلومتراج المتوسط في كل مسابقة. يعني نستخرج المسابقة بالنظام الذي نعلم، كل حمامة لها مسافتها حسب اللوفت أين يوجد، لكن في الأخير نحتسب وكأنهم مجموعهم في ديربي، يعني لديهم نفس المسافة المتوسطة، ولهذا لا يكون هناك فرق ما بين الحمامة التي في الصفوف الأمامية، يعني في مدخل مثلا المدينة، والتي في يعني في الأخير. ليس هناك فرق في الكيلومترات، لكن هناك مجموعة كلهم لهم نفس الكيلومترات. مثلا مسابقة ديال 130 كيلومتر، هناك من له 135 133 129 125، ولهذا في الأخير نقول لنا مسابقة ب 130 كيلومتر على جميع، وهكذا في جميع المسابقات، يعني ليس هناك فاصلة في الكيلومتراج. إذن هنا نلاحظ أن لديهم نفس عدد الكيلومتراج. إذن إذا كان لهم نفس العدد، من سيفرق بينهم؟ هما النقاط، الأس بونكت. الحمامة الأولى لها 657 633 504، يعني تلاحظون أن هناك عدد يعني ينقص من أعلى عدد النقاط إلى أسفلها. ثم نمر إلى المجموعة الثانية. هنا نلاحظ أن ليست كل الحمامات قطعت نفس المسافة، فهنا مجموعة قطعت مجموع الكيلومتراج 3216 3216. هنا مجموعة لديهم نفس. ما يعني هذا؟ يعني أن هذه الحمامة أخفقت في سباق، لم تستطع أن تكون داخل 33. إذن هناك مسافة ستنقص من مجموع 3520 الذي هو مجموع الكيلومتراج. إذن من سيفرق فيما بينهم؟ بما أن لديهم نفس عدد الكيلومتراج، النقط يعني التي لها أعلى نقطة هي التي ستكون في الأمام، وهكذا إلى أن نقف عند هذه الحمامة. ثم نمر نجد هناك حمامتين لهم مجموع النقاط 3217 3213 نفس العملية. النقط هو الذي يحدد، يعني أننا نمر من مجموع الجوائز إلى مجموع عدد الكيلومتراج إلى النقاط. المجموعة الرابعة ترون أن لهم كلهم 3096 كيلومتر. إذن من سيفرق فيما بينهم؟ مجموع النقاط، هذه لها أعلى نقطة، وهكذا وهكذا وهكذا. وهنا تطبيق لما قلته فيما قبل. هنا نرى كيفية احتساب أسرع حمامة، يعني الأس بوان. هذا الأسرع حمامة النقطة الأساسية فيه هما النقط، عكس أحسن حمامة التي كانت النقطة الرئيسية فيه أو المركز وهو الجائزة. هنا نبدأ بالنقط، مجموع النقط في جميع المسابقات، فيما بعد مجموع الجوائز، وفي الأخير مجموع المسافة التي قطعتها الحمامة. إذن الفرق ما بين أسرع الأس بونكت والأس طوبن، أي ما بين الأحسن حمامة والأسرع حمامة، أن الأولى ترتكز على الجائزة، بينما أسرع حمامة ترتكز على النقط. لنبين لكم يعني أننا دائما في ترتيب لأسرع حمامة الأس بونكت أننا نرتكز على النقط بونكت، من بعدها البرايس الجوائز، ومن بعدها مجموع الكيلومتراج. إذن هنا نرى أن الحمامة الأولى لها أعلى نقط
وهكذا وهكذا. ترون أن التي بعدها لها نقط أقل، لها نقط أقل، لها نقط أقل. وهنا ستشاهدون أن لا علاقة بالجوائز في الترتيب.